السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ انا النهاردة حيرانة ومش عارفة اعمل اكل ايه. فمين زي كده حيران ومش عارف يعمل اكل ايه؟ فتعالوا نشوف، ولو عنده فكرة في الاكل يقول لي ويكتب لي. اكتبوا لي افكار كده ونعملها مع بعض، واللي عايز اي حاجة يقول لي عليها. فتعالوا نشوف ايه هعمل اكل ايه النهاردة في الحيرة دي. فبفتح التلاجة لقيت عندي فرخة، قلت بس هعملها. فيلا بينا نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل الفرخة دي بايه. ادي هنا على البوتاجاز اهو، معايا ايه؟ معايا بصلاية مخرطاها، ومعايا مادة دهنية فيها زيت على سمنة. فلازم الزيت تحطيه علشان ايه؟ بيخلي الرز بيلمع كده وفلفله. بس هشوح ده كله في قلب بعضه لحد ما يدينا اللون البني الحلو ده، او اللون الذهبي بس كده. فانا هحمره معاك اهو. ادي الرز شوحته اهو، وانزل عليه بالرز. ايوه، انا هعمل الفرخه برز، هحشيها. هنزل بايه تاني؟ شويه فلفل اسود وكمون، مش كتير عشان ايه ما يغمقليش الرز. وشويه كمون. بس كده. واعمل ايه تاني؟ هنزل بالملح. ظبطي بقى انت الملح على كميه الرز بتاعك. الملح ده اختياري طبعا، ما انتوا ايه بتحبي اكلك دلع مظبوط هادي، فالملح ده طبعا ما انتوا عايزين. بس كده، وهشوح ده كله مع بعضه لحد ايه ما يتغلف المادة الدهنية اللي احنا حاطينها. ادي شوحنا الرز اهو. هنعمل ايه؟ هنزل بالميه بس كده. فانا كده كده هاخد الرز الحشو، مش عايزاه مستوي، عايزاه 3/4 سوا. بس هغطي عليه كده عقبال ما يتشرب وارجع اقول لكم هنعمل ايه. معايا بطاطس وبصل اهو، هروح اقشرهم وارجع اقول لكم هعمل ايه. انا الرز اهو، فعايزاه 3/4 سوا، وهاخد منه احشي الفراخ اهو. هعمل ايه تاني؟ هسيبه بقى يكمل سواه على نار هاديه كده، عشان الرز ده اللي هفرده ايه تحت، هفرشه تحت الفراخ. بس كده. بصوا الرز معانا جميل ازاي. تقلبيه كده وتسيبيه بقى يستوي مع نفسه. ريحته ما اقولكمش على الريحه، بجد ريحته خطيره. يلا اللي وصل لحد كده يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك عشان يجيله كل جديد من مطبخ مرة. يلا ما تنسوش اللايك. ادي الرز عملناه اهو. هنعمل ايه؟ معايا فرخه اهي، يلا بقى نحشيها مع بعض اهي. نجيب معلقه نحشيها مع بعض. سكه نحشيها الرز اللي احنا مسويينه مع بعض اهو. هنا بص بتاع الفراخ فتحها من هنا. طب هتعملي فيها ايه؟ لا هعملها برضو، بس اهو هنحشيها عشان لو جالكوا فرخه كده تعرفوا تحشيها. مش قادرة. بس
بالسكين كده تحشيها. بص هنعمل ايه بقى معايا الخله دي. هروح ماسكاها عامله كده. لو قابلكوا فرخه زي كده وعايزين تحشوها عادي خالص اهو. خدوا فكره برضو من مطبخي كده عشان ايه ما توقفوش وتحتروا. عشان انت لو ما كنتش قايله بتاع الفراخ مثلا انك هتحشيها وعملها كده فعادي. وطبعا بتجيبي الفراخ من عند بتاع الفراخ تغسليها حلوه قوي وتنضفيها وتعملي لها منقوع ملح. خلاص بس كده ايه رايكم بقى؟ بصوا ما فيهاش اي حاجه. وده هو الحصاله اهي. خلاص ونحشيها. ودي الفرخه حشيناها برضو من هنا اهي حلوه اهو. تعملي ايه برضو همسكها كده خلاها كده ممكن. بس هو قطع لي برضو هنا عادي خالص اهو. ندخلها كده. اهو اهي مفيهاش اي حاجه اهو. عايزه بقى مش عايزه تعمليها كده وتعمليها بالخله اللي انت عايزاه. بص فرختنا جميله ازاي ما شاء الله ما شاء الله. بس كده هروح اسلقها و يلا نشوف هنسلق ايه. طبعا حاطه ميه بتغلي ويلا بينا. ادي معايا حله اهي حاطه فيها ميه بتغلي وحطيت طماطم وبصل وورق لورو وفلفل اسود وحبهان والتوابل اللي انت عايزه تحطيها بقى. وهنزل بالفرخه كده بس كده ما شاء الله. اللهم صل على النبي كده. اللهم صل على النبي. وهسيبها لحد ما تستوي وارجع ايه نشوف هنعمل ايه. واعمل ايه يا بنات؟ انا بحب املح بقى املحها وهي بتتسلق كده فاحط الملح تشرب منها وبتبقى ايه جميله جدا. مش دلع كلها كده بتتملح وهي بتستوي في الشوربه. فبيبقى لحمها كده شارب من الملح وجميل قوي. فانتوا حطوا الملح مع الفرخه وهي بتتسلق. يلا ادي البصل خرطته. هنحط ايه؟ عندك ورق لورو وحطي. حطيت ورقتين هما. فلفل اسود. رب معلقه فلفل اسود اهو او معلقه صغيره مش مليانه. ايه تاني؟ كمون. فلفل اسود ومعايا بهارات لحمه اهو ربع معلقه. ما بحبش انا اكتر بهارات كتير عشان ما تضيعش ايه طعم الاكل بتاعي. وربع معلقه كمون برضو اهي. عندك كزبره برضو حطي من ربع معلقه. انا حطيت كده الحاجه وهعمل ايه واحط ملح. طبعا ايه انا عارفه البطاطس بتاعتي هتاخد ملح قد ايه. وعايزاكي بقى ده كله تدعكيه في قلب بعض. بصوا ادعكي ادعكي هتاكلي احلى صينيه بطاطس. وصينيه البطاطس دي بقى وبرده لو عندك حبه دهنه ليا بحطي. بس احنا ما باكلش الحاجات دي فهي مش عندي الصراحه ما بنحبهاش. بس لو عندك حته ليا حطيها على البطاطس بتخلي البطاطس حلوه قوي. دهنه حطي حته على البطاطس. اضرب ده كله في قلب بعضه. وهعمل ايه بقى؟ هنزل بالطماطم.
اللي انت عصراها. انا كده كده عصراها بس مش ضربها قوي. عندك برضو معلقه صلصه حطي، عندك معلقه صلصه حطي. خلاص بس كده. انا عندي بس كده، نقلب ده كله في قلب بعضه. وهحط الزيت اللي عندي. انا طبعا قلت لك ما عنديش زينه ولا ليا. انت لو عندك حطي على شويه الزيت اللي انا حطاهم دول. بصوا بيودوا صينيه البطاطس في حته تانية خالص. بس كده عملنا البصل وحطينا فلفل اسود والتوابل بتاعتنا، وادي الطماطم وادي البطاطس. خلصت كده وتدوقيها، شوفي ملحها مظبوط ولا لا. بس الملح بقى اللي انت عايزاه. بس كده. بس انا حطيت لها بتاع كوبايه ميه، برضو انت حطي لها كوبايه ميه عشان تستوي فيها. انا احطها بقى على البوتاجاز، عايزه ادخلها الفرن تستوي دخليها. فانا ايه هحطها على البوتاجاز اسرع من الفرن. حطها تستوي على البوتاجاز وبعد كده ايه بصوا بقى احط بقى طماطم. انا لو عندي فلفل اخضر كنت حطيه، بس رومي انا عندي حراق، فطبعا الاولاد لا ما ينفعش عشان مش بيحبوا الحراق. فانت لو عندك قطعي فلفل اخضر وحطيه برضه. بس كده خلاص. هروح احطها على البوتاجاز. انت بقى مش هتحطيها على البوتاجاز، عايزه تحطيها في الفرن بورق الومنيوم وحطي ولفيها وحطيها دخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تستوي، وبعد كده تعيني الورق وتاخد وش. بصوا يا بنات انا عملت ايه. جبت طماطمايه وشويه زيت وشويه فلفل اسود، انا مسكتها كده عصرتها، وشويه ملح بس كده، مش هحط حاجه تاني. طب هتعملي ايه يا مرمر؟ هجيب الفرخه بتاعتي عشان احطها في الفرن. فايه هعملها كده ودهنت الصينيه زيت بس كده. هجيب بقى الفرخه بتاعتي اهي استوت وبقت زي الفل. همسكها كده ادعكها ادي، وهنشيل الخله. هدعكها في الخلطه بتاعتي كده وخلاص، واحطها ايه في الفرن تتحمر بس كده اهي. ادي انا عملت اهي صينيه البطاطس جميله جدا، وادي الرز، خلطه الرز فردتها تحت الفراخ، وعملت الفرخه جميله جدا اهو. وادي لسان عصفور، وادي الرز، وادي المخلل، وادي شوربه لسان عصفور تاني اهو. وادي اكلنا بسيط جدا، اكلنا بسيط جدا اهو وسهل وما خدش وقت. وادي في فراخ تاني اهي جميلة جدا. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. تحفة تحفة تحفة، وريحتها خطيرة والطعم حلو قوي. يلا قومي جربي وقولي لي ايه ملاحظاتك على الاكل، ولو عندك فكرة اكل اكتبي لي وقولي لي، ناخد افكار من بعض. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش بالاشتراك والعمل اللايك عشان يجيلكم كل جديد من مطبخ مرمر. اقول لكم ايه، هتوحشوني هتوحشوني من الفيديو ده للفيديو اللي جاي يا احلى متابعين في الدنيا. اقول لكم ايه، سلام.